حبايبي الحلوين، السلام عليكم. النهارده هنعمل تتبيله الفراخ البانيه. اول حاجه مايونيز قيمه معلقتين كبار. ما عندكيش المايونيز في اكياس بتتباع لوحدها كده، هاتي 3 اكياس او 4 اكياس مايونيز ونفرغهم. عندك مستردة ماشي، ما عندكيش مفيش ادنى مشكله. طيب بعد كده ايه؟ ربع كوبايه خل اهي. ده ليمون يعني قيمة ربع كوباية برضو اهي. تمام. بيضتين. هنبتدي نحط بقى التتبيلة بتاعة الفراخ البانيه، وهقول لكم اهو دلوقتي شوية لبن برضو قيمة ربع كوباية، ده بيطريها بديل الزبادي. انا مش عايزة احط زبادي المرة دي. تمام. دي صويا صوص هحط فيها شوية. الصويا صوص بتحب الفراخ. تمام. ده بصل بودرة، معلقة هرمية بصل بودرة كده. تمام. شوية فلفل اسمر، انا بحبه كتير بصراحة، وكل واحد حسب رغبته. دي بابريكا مدخنة، بابريكا مدخنة. عايزة تحطي بابريكا عادية عادي، مفيش ادنى مشكلة خالص. تمام. ده توم بودر. الملح بتاعنا شوية ملح. تمام. وهنحط كمان معلقة صلصة، معلقة صلصة كبيرة، هي اللي موجودة عندي شوية دولت يعني، سبحان الله. خلاص. طيب هاجي اعمل ايه بقى؟ امسك كل ده واقوم ضرباه. ما تحطيش زيت، علشان الزيت بيعمل طبقة عازلة لما تيجي تحمري. الخلطة بقى ما تيجي تحطها في البقسماط والكلام ده كله ما تمسكش فيه. بلاش زيت جوه هنا. تمام. انا هضربها كويس اهو. انت بتدوقي الحط قبل ما تحطي الفراخ البانيه. خلاص يا حبايبي. ابتدي امسك الفراخ البانيه واحطها، وهنقلبها تقليبه كويسه جدا. وطبعا لما تيجي تعملي الفراخ البانيه تبليها قبليها بيوم بيومين. كل ما الفراخ تقعد في التتبيله تبقى اجمل واطعم، وبتطريها وبتخليها طريه من جوه وناشفه من بره ساعه التحمير. ماشي يا حبايب قلبي. انا بقى ايه التتبيله دي عشان معاه انا ما بحبش اجيب بصراحه الفراخ اللي هي البانيه لوحدها دي. انا بجيب مثلا فرخه او فرختين على حسب يعني، واقوم اخلي الست الفرارجيه بتاعت الفراخ تخليهم لي. والهيكل العظمي مش برميه، بقول لها هاتيلي الهيكل العظمي بالحوايج. ليه؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه بالهيكل العظمي، هنستفاد منه استفاده كبيره جدا جدا. خلاص كده يبقى احنا خلصنا تتبيله الفراخ البانيه. تتقلب كويس جدا قبلها بيوم بيومين. كل ما تقعد في التتبيله تبقى جميله جدا. وتغطيها بكيس بلاستيك او استرتش وسيبيها لغايه ساعه التحمير. تمام يا حبايبي. طب الكفر بتاعها ايه بقى اللي انت هتحمري فيه بعد ما تتبل؟ بقسماط ناعم، عليه شويه دقيق، عليه شويه نشا، شويه ملح،
وتقومي مقلبه كل ده في بعضه، وتاخدي الفرخه البانيه بتاعتك وتقومي مطلعاها. طبعا قبل كده هتجيبي بيضتين وشويه لبن وملح وفلفل وتضربيهم. لان انا مش هعمل فراخ البانيه النهارده. هتاخدي الفراخ البانيه تشيلهم من التتبيله، تحطيهم في البيضتين على اللبن اللي انت ضربتهم مع بعض، وتشيليهم تحطوهم في الكفر بتاع البقسماط على الدقيق على النشا. خلاص تقومي مجمعاهم ورصاهم في صينيه وما تحمرهمش على طول، دخليهم التلاجة يتشمعوا ساعة ساعتين. خلاص. وبعد كده هنيجي نحمر. كتري الزيت شوية، خلي الزيت يسخن كويس قوي، وقومي حاطه شريحه شريحه، ما تحطيش فوق بعضه. يعني الصينيه خدت شريحتين ماشي، 3 شرايح ماشي، ما تحطهمش فوق بعض. واوعي الزيت يكون بارد، الكفر اللي انت عاملاه هيفك ومش هيمسك فيه. ماشي حبايبي، يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع الف سلامه.